أجمل تصريح اتقال على ممدوح عيد وإدارة بيراميدز بسبب المغالاة الكبيرة والرهيبة في تذاكر مباراتهم قدام النادي الأهلي بطل القرن وبطل الدوري بإذن الله. هي جملة وتصريح الكبير نبيل الحلفاوي اللي قال لك التذاكر غالية بس الحركة رخيصة. الحركة رخيصة من مين؟ من واحد معين موجود عايز يخلي النادي الأهلي وكأنه يلعب من غير جمهوره، وعايز جمهور النادي الاهلي ما يكونش متواجد لانه عارف سبب هزيمته المباراه اللي فاتت هي كان السبب الاول جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي المحرك الرئيسي والاساسي للعيبه. فانت النهارده عايز يحرم النادي الاهلي من جمهوره، يعمل ايه؟ يدور على اي فتنه، يدور على اي حاجه يعملها. قال لك خلاص انا غلي التذاكر اضعاف مضاعفه، ابدا من 200 واوصل ل 2000 واوصل ل 5000. جماهير مش هتيجي، وما يعرفش ان جمهور النادي الاهلي اللي سافر المغرب بتذاكر وفلوس اكتر من كده اضعاف مضاعفه مش هيستكتر ان هو يروح مباراه في الدفاع الجوي. وتسابق كثير من الإعلاميين النهاردة بصراحة، يعني أكتر من إعلامي اتكلم على الحتة دي، واتكلم كمان بسخرية. يعني بنشوف هاني حتحوت اتكلم بسخرية، قال لك ماتش في أولد في الأولد أوترافورد ولا استاد مانشستر يونايتد او استاد برشلونه او استاد ريال مدريد. قال لك انت مش هتكون في الدفاع الجوي، لا انت هتكون في سانتياغو برنابيو في الاولد ترافولد وفي مش عارف ايه. سخريه وتهكم، لان معروفه وباينه ان هو عايز يخلي النادي الاهلي يلعب من غير جمهوره. وده لما تشوف حلمة ودنك، لان جمهور النادي الاهلي هيكون موجود كله. وخد عندك بضمان هنا كبير ان ناس كتير من رجال اعمال هتدعم تذاكر جمهور النادي الاهلي، وهيكون جمهور النادي الاهلي موجود بقوه. وهتاخد بقى وهتسمع ما لم تراه. خلي بالك هو عايز يشد جمهور النادي الاهلي الحته دي، عايز عقوبات وعايز غرامات وعايز فتنه وعايز يعمل حاجات كتير ممنوع عيد على جمهور النادي الاهلي. كمان زي ما بقول لك كده، سامعين ركبك بتخبط وخايف من النادي الاهلي وخايف من الجمهور. حقك تخاف لان انت دون المستوى، دون ان يكون عندك جماهير تساند فرقتك لعيبتك اللي انت جاي تلعب عشان الفلوس والاموال فقط. لكن النادي الاهلي روح، جماهير، حماس، كل شيء موجود. وشفنا كده الرومنتادا في المباراة اللي قبل اسبوع، النادي الاهلي عمل فيك ايه وعلم عليك ازاي. ولو حكم ممتاز وعنده نزاهة تحكيمية كان النادي الاهلي فاز بنتيجة كبيرة جدا. لكن ما تخافش يا عيد، ان شاء الله النادي الاهلي هيحط عليك تاني في المباراة، وهتكون المباراة دي هي القاضية ممكن رقم 3 اللي بإذن الله هيكون النادي الاهلي خلص فيها الدوري بإذن الله، وحكم قبضته على درع الدوري ليفوز به. يعني ما ينفعش ان انت تكون منافس النادي الاهلي، وما ينفعش ان انت تستحق ان تكون منافس النادي الاهلي.